الشهيد طه سليم محمد نور محمدي. ولد الشهيد طه سليم محمد نور في عام 1942 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والجامعية، قسم الطب البيطري، وعمل في مجال اختصاصه. اعتقل الشهيد في عام 1981 من قبل نظام البعث السابق، بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. تعرض الشهيد طه في معتقلات البعث لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه أو الذنب الذي ارتكبه. تم إعدام الشهيد طه في عام 1983، ولكن ذوو الشهيد لم يعلموا بخبر استشهاده إلى ما بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قائمة الشهداء المعدومين في المقابر الجماعية.